في ريف منسي حوالينه زرع كتير وسكوت أكتر. رجع محمود بعد 15 سنة غياب، رجع يدفن أبوه ويفتح بيت مقفول من سنين. بس اللي ما يعرفوش إن الترعة اللي جنب البيت كانت لسه فاكرة اسمه. أول ليلة وهو واقف على العتبة حس إن في حد بيراقبه من ناحية المية. بص لقى ست سودة واقفة في نص الترعة، ما بتتحركش ما بتتكلمش بس بتبص. رمش اختفت. من ساعتها النوم اختفى والحلم بقى مرعب. كل ليلة نفس الوش، نفس العينين، نفس الصوت اللي بينده: محمود رجع لي حقي. خالته الكبيرة قالت له بصوت مرعوش: البلد دي فيها حكاية اسمها نعيمة، كانوا بيقولوا عليها مجنونة، بس الحقيقة اتظلمت واتقتلت واترمت في الترعة، ومن ساعتها الترعة ما بترتاحش. محمود حاول يهرب، الطريق كل مرة يرجعه. المراية بقت بتتكلم والحيطان بقت بتتنفس والترعة بقت بتنادي عليه بصوت ست وصوت بنت وصوت نفسه كمان. لقوه الصبح مرمي على طرف الترعة، جسمه متشنج وعينيه مفتوحة كأنه شاف حاجة مش بشر. دفنوه وسابوه، بس من بعدها الترعة ما سكتتش، بقت تنادي على أي غريب، أي واحد غاب، وتسأله نفس السؤال: هو أنت محمود ولا جاي تاخد مكانه؟